أكثر الشيء اللي أنا أشوفه اللي ما أنساه في حياتي وقت النزول، لما يكونوا بناتي على حضني أنا، هذا وطن بالنسبة لي. فهمت؟ مشوار 1000 ميل يبدأ بخطوة، هذا هو مسار البحارة، فكل رحلة تحمل في طياتها قصص وتجارب. حياكم الله في أول حلقة من بودكاست منفذ، حيث التجربة والقصة والإلهام في الصناعات البحرية واللوجستية. ضيفنا اليوم هو القبطان علاء عزيز، أول قبطان عماني أبحرنا معه في هذا البودكاست منذ أن كان متدرب وحتى أن أصبح قبطان، وعرفنا على التحديات والقصص الملهمة. والسؤال الأهم، هل المجال البحري مناسب للجميع؟ لننطلق للبودكاست. خبرني، من هو كابتن علاء؟ والله كابتن علاء، يعني هذا السؤال يمكن انسألت فيه أكثر من مرة، لكن هذا في نهاية اليوم الكابتن علاء واحد مثلكم. بدايتي كانت مثل أي شخص أتوقع دخلنا البحر. مبدئيا كان الموضوع ما واضح لحد فينا بصراحة. الوالدة الله يعطيها العافية شافت يعني إعلان أنهم باغين شباب متخرجين من الثانوية على أساس أنهم يدخلوا ملاحين بحريين ولا مهندسين بحريين. وبأمانة أحصل ملاح بحري ما أعرف إيش، لكن شفت هندسة بحرية وفيها بعثة، قلنا نقرب. يعني تعرف بعد الثانوية أنت وحدك داير راسك ما تعرف إيش تقدم كل مكان يعني. ففعلا قدمت في الشركة ويعني مشيت في الموضوع. طبعا كان في اختبارات وكان في مقابلات إلى آخره. طبعا هذا الكلام كان في 2006. بدايتي كانت مثل أي شاب رحت المدرسة، درست مثل كل حد ثاني. طبعا كان همي وغمي مبدئيا إني باغي ابتعث، باغي يكون عندي يعني مثل ما يقولوا فرصة إني أدرس برا. وكانوا أهلي ما مقتدرين إنهم يرسلوني بعثة خارجية، فطبعا الواحد كان لازم يشد حيله شوية. فطبعا قدمت وصار اللي صار. طبعا من لما دخلت كنت مقدم كمهندس بحري. طبعا بحكم إني ما فاهم إيش الملاحة البحرية، قلت على الأقل نمشي على شيء نحن يمكن سامعين فيه. طبعا كانت الأمور مثل ما خبرتك مبدئيا ما كنا يعني ما كان الموضوع واضح بالنسبة لنا إيش هي يعني مثل ما يقول المسيرة المهنية، إيش هي أنواع السفن إلى آخره، بحكم إنه ما كان يعني كانت تتكلم أنت عن يمكن 20 بحار عماني كانوا مختارين قبلنا نحن. فطبعا من لما بعد ما سألوني كمين سؤال هندسي، طبعا يعني الله لا يوريك اللي قلته. اتصلوا بي بعد تقريبا 3-4 أيام وقالوا لي على أنه كنا فرحانين نحن بشكل عام في المقابلة، لكن نشوفك أنك تدخل في المجال الملاحة البحرية أفضل لك كمهندس. قلنا له وأنا بأمانة أقول لك إياها والله ما فاهم إيش الملاحة البحرية. فأتذكر سألت حد من الأخوان اللي كانوا موجودين في الشركة وقتها، ويقول لي ملاح بحري يعني تصير كابتن. قلت إيش يعني الأمور طيبة؟ قال لي الأمور طيبة. قلت يلا بسم الله. وهذه هي البداية بأمانة يعني. مثل ما خبرتك الموضوع ما كان واضح بالنسبة لنا. كان همي وغمي إني أريد ابتعث وأدرس في الخارج، وبتكون تكون لي وظيفة تنتظرني إن شاء الله بعد ما أتخرج من الدراسة. بس هذا كان اللي بغيته. وطبعا مبدئيا لما دخلنا البحر طبعا السفن كانت جديدة وما كان عندك ال LNG vessels وقتها. فطبعا لما تتكلم أنت عن ال LNG وتتكلم أنت عن سفن ما مكملة سنة، فطبعا اللي شفناه ما كان مثل ما تخيلنا. كان أفضل مما تخيلناه بكثير. وطبعا المسيرة بدت هناك، والكلام هذا الحين صار لنا من 20 سنة بالضبط. ما شاء الله. أيوه. كيف كانت بدايتك كمتدرب ككادت؟ كيف كانت أول رحلة حالك؟ ممكن تذكر لي أول رحلة حالك؟ ممكن أقول لك إياها بأمانة، لو شلتها من الكادتشيب مالي ما فرقت. من أي منظور يعني. كانوا شوية تقدر تقول السفينة جديدة. ما كان في الشغل اللي أنت يعني إنه الشغل ضخم. طبعا كانوا خاصة أنك فيرست شيب كادت، تقدر تقول إنه ستاف ولا طاقم السفينة وقتها يعني ما كان شاد حيله كثير إنه يدربنا ولا إيش ما كان. ونحن مثل ما يقولوا تعرف صغير عمرك 18 سنة، واحد يقول لك ارقد صرت رقدت. فالقصد من الكلام إنه وفوق كل هذا طبعا لما تأخذ أنت كمية الكادتس اللي كانوا موجودين وقتها، وبحكم طبعا كمية السفن اللي كانت متواجدة، طبعا كانوا نتولى في 6 و7 و10 مرات في سفينة واحدة. فلما يكون عندك كادتس اللي هم سينيور طبعا هم ياخذوا الأولوية بالتدريب إلى آخره، خاصة موضوع البريدج واتش. فكان في ما أقول لك كان في قصور، كان في قصور يمكن من صوبي أنا.
بحكم انه تعرف صغير السن وشفت الموضوع شويه راحات. وطبعا اقدر اقول لك انه تعلمنا الاشياء البيسك طبعا، بس هل ممكن انك تتعلم اكثر؟ بدون شك. بس ليش هذه السفينه كانت مهمه بالنسبه لي؟ ترى الطاقم كان من احسن الناس لقيتهم في حياتي بصراحه، بحكم انه ما كنا شادين حيلنا بزياده. هذيك الأربع شهور والله كانها 20 شهر، ما الوقت ما طاع يمشي، بحكم انك كم فيلم تشوف انت عشت هالشيء يعني. أكيد. كم فيلم كم مسلسل يعني بتمشي وقت اللي متى. فكان الوقت ايش اقدر اقول لك صعب شويه، بحكم انه ما ملينا وقتنا بالطريقه الصح. بس طبعا فتحت لنا عيوننا على اساس انه ايش هو البحر، ايش ممكن نتوقع عنه في المجال البحري. وما بكذب عليك، لكن بحكم الطاقم وبحكم الجو السفينه تقدر تقول لي زرع فيني شيء ايجابي عن البحر. فهذيك طبعا كانت التكمله. من بعدها طبعا ركبت سفن ثانيه، وطبعا مع الوقت بعد ما تبدا تتنور اكثر والسفن طبعا قامت تجي سفن اكثر. فلما تكون شخص ولا شخصين في السفينه انت ككدت، طبعا ممكن الاعتماد عليك يكون اكثر. فالحمد لله مع الوقت شويه قمنا مثل ما يقولون نشد حيلنا شويه. هل تتوقع ان افراد الطاقم او زملائك في الرحله الاولى كمتدرب، يعني انا اتكلم فتره تدريب، هم الدفعه الاولى او الفرست امبريشن خلينا نقول حق انك هل انت راح تكمل المجال البحري او ما راح تكمل المجال البحري؟ وهل في ايضا اشخاص تعرفهم انسحبوا من اول رحله؟ شوف حمد، لازم نكون جدا صريحين هنا. البحر ما للكل، هذا رقم واحد. هذا الشيء يعني مثل ما يقولوا في كثير مقومات لازم تكون موجودة في الشخص على أساس أنك تسمح له يتكمل المسيرة. ما نتكلم بس على مستوى تدريب، بس نتكلم على مستوى مثل ما يقولوا مسيرة مهنية. البحر ما للكل. طبعا فيها غربة، فيها مثل ما يقولوا يعني أشهر بعيد عن الأهل، وطبعا بحكم عاداتنا وتقاليدنا ومجتمعنا بشكل عام يعني تقدر تقول أنه ممكن يكون في شوية صعوبات أنه يكون في قبول بهالشيء. ولكن يعني كأساس المقومات اللي موجودة في الشخص في أشياء أساسية لازم تكون متواجدة. لازم أولها طبعا إنه الواحد يكون صبور، لازم يكون عندك صبر، لازم يكون عندك طولة بال ويقين إنك أنا ممكن أكمل هالشيء. لو تحس إنه هذا الشيء ما يناسبك مع الوقت الشيء ما بيتطور، بتسيء الحالة. فالواحد لازم يكون إيجابي، يشوف على الأشياء الإيجابية في الموضوع. لو في كثير أشياء سلبية بس في كثير أشياء إيجابية، لو جلست أنت تفكر بس في الأشياء السلبية لابد أنك بتكره الشيء، يعني مثل أي شيء ثاني. بس لما نرجع على موضوع الصحبة الطيبة، أنا دائما أعيد ويمكن هالكلام قالنه أكثر من مرة، الصحبة الطيبة على متن السفينة من أهم الأشياء اللي هي ممكن تسهل ولا تصعب عليك موضوع الرحلة. طبعا من النقاشات ولا من السوالف اللي تسولفوها، يعني ممكن تقارن نفسك تجلس مع واحد إيجابي يشوف على كل شيء إيجابي، هذا الشيء بيأثر عليك. والعكس صحيح، لو في شخص سلبي اللي هو مثل ما يقولوا ما يشوف إلا الأشياء اللي هي يعني ترفع الضغط ولا اللي هي ممكن تحبطك شوية، لا بد أنك تصير مثله. فبلا شك يعني لما أفكر فيها من منظور أنه هل في شباب مثلا ما كملوا بحكم شخص واحد مثلا، لا أحس يمكن صعبة. لكن لما تاخذها كمزيج انه الشخص انه يمكن ناقصنه كمين، يعني مثل ما يقول المقومات تكلمنا عنها الحين من الصبر ولا يعني مثل ما يقول التفكير الايجابي وطولة البال الى اخره، لو ناقصنا كمين شيء وتضيف ناس سلبيه معك بلا شك بيأثر عليك بدون شك. وطبعا مثل ما خبرتك يعني نرجع لموضوع انه البحر ما للكل، وفي كثير شباب يعني اللي هم طلعوا قبل الوصول للقمه. هل هذا الشيء غلط؟ ما أشوفه شيء غلط، ولكن أهم شيء أنا بالنسبة لي يعني لما أشوفه من منظوري أنا البسيط يعني في خبرة يعني لازم تكتسبها في البحر، يعني ما بس كمتدرب، حتى لو ما كملت لنهاية المشوار انك توصل كبير مهندسين ولا كابتن، بس أحس إنه في شوط لازم تكتسب، يعني في شوط لازم يعني تخوضه، ولازم خبرة على الأقل تكتسبها على أساس إنك تفهم يعني أساس الشغلة اللي نسويها، وتقدر تكون مثل ما يقولوا صاحب قرار في نهاية اليوم. إنك لو اضطريت إنك ترجع يعني مثلا بحكم مثل ما تكلمنا بمجتمعنا، على الأقل يكون عندك خبرة كافية إنك على الأقل تقدر تكون صاحب قرار لما تكون في الشور. ولكن هل تتوقع أنه مهم
انك انت تعرف وين رايح قبل ان تدخل المجال البحري. بغض النظر عن تجربتك الاولى، ان في هذيك الفتره ما كان في توعيه، ما كنا نعرف عن المجال البحري، لكن اليوم احنا نعرف المجال البحري، نعرف ان هناك في سفن، في نقل، بحكم السوشيال ميديا وصار الشباب انهم يصوروا. نعم. لكن انا كشخص اليوم اريد اختار مثلا ادخل المجال البحري، وش هي المقومات او التوجهات اللي لازم تكون في عين الاعتبار قبل ان انا اخذ هذه الخطوه واتراجع في النهايه اذا ما كان يناسبني بشكل عام؟ شوف حمد، يعني بأمانة أقول لك إياها، لما نحن ناخذ منظور إنه ما يكون في توعية ولا ما يكون في أسس تتبع لما يعني خلينا نقول نختار ولا نوظف الناس في البحر، هذا ما بس يرجع كوقت ضائع على الفرد نفسه، بس يرجع على كل الهيئات اللي داخله في المجال، ترجع على الكلية، ترجع على الشركات اللي هي توظف. اللي قاس أحاول أقوله إنه في نهاية اليوم لما الشباب يدخلوا وما يستمروا، ترى الخسارة للجميع هذه. ما نقدر نقول انه والله اللي تتعلمه في البحر والله ما تم تستفاد منه في البر، لا، هذا الكلام ما اتوقع انه صحيح. طبعا الشغل في البحر تسقل لك شخصيتك كثير امور، ما بس من منظور انه والله انا عارف اسوي شغله معينه، ولكن لما تكون انت يعني مثل ما يقولوا اكسبوزد، ولا مثل ما يقولوا يعني عندك هذاك، يعني تشتغل مع ناس اللي هم من برا، من مجتمعات مختلفه، من ديانات مختلفه، من يعني مثل ما يقولوا كلتشر مختلف. تبدا هذه يعني مثل ما يقولوا تبني لك شخصيه اللي هي ممكن تتعامل مع انترناشونال بيبل الى اخره، وتعرف كيف تتعامل مع الغير. فالقصد من الكلام في كثير امور تتعلمها في البحر اللي هي بتساعدك يعني في امورك الثانيه. ولكن لما نرجع لموضوع المقومات، يعني لازم يكون في توعيه، بحكم انه اولا ما تريد تضيع وقت الشخص اللي هو بيدخل البحر. ترى فيها 3 سنوات دراسة، وفيها سي تايم، وفي يعني تقدر تقول 3 من 4 سنوات لحياة الشخص هذه راحت. وطبعا كان ممكن الشخص هذا في خلال هال3 4 سنوات يسوي شيء هو يحبه، وممكن يعني ينجز فيه أكثر، وممكن يبدع فيه إلى آخره. وغير مثلا الناس اللي خلينا نفرض اندفعت مبالغ، يعني لو كان هو خلينا نقول من جيبه الشخصي او من انه كان سبونسر، في مبالغ تندفع. نحن في نهايه اليوم كشركه ولا ايش ما كانت شركه توظيف تريد تستفاد من هالشخص، ما تريد تدربه 3 4 سنوات بعدين هو يروح يسوي شيء ما له خص في الموضوع بكبره. فاحس ان موضوع التوعيه دائما يرجع انه يكون لصالح الجميع، لصالح الاندستري، ما لصالح الشخص. وبلا شك انه خاصه الحين، وهذا الجلسه اليوم اللي بيني وبينك هذا بارت اوف التوعيه طبعا. لازم الحين طبعا الناس اللي هي الجهات المعنيه والناس اللي هم مثل ما يقول الرواد في هذا المجال، هذا من واجبنا ان نوعي الناس، ولازم يكونوا على وعي بايش المطلوب منهم، ايش المتوقع منهم، ايش هي الصعوبات، ايش هي الايجابيات. يعني واحد ما بس باغي يفكر في الصعوبات كثر ما باغي يفكر بالايجابيات نفس الشيء. ونحاول قدر الامكان نرسم لهم صوره حقيقيه ما هي محبطه، ولكن صورة اللي هي يعني مثل ما يقولوا يحطوا في الأمر الواقع. ويعني أنا دائما أقول حمد، أي شخص اللي أريد أعطيه نصيحة أعتبره كأنه أخوي. يعني مثل ما أريد الشخص ينصحني بطريقة صحيحة، أريد أعطي النصيحة للشخص، حتى لو يمكن هذا ما أفضل شيء هو باغي يسمعه، ولكن أهم ما فيها تعطيه الصورة الحقيقية على أساس أنه هو ما ينصدم. ولما نرجع لموضوع يعني المقومات، ترى حمد خلينا نكون صريحين، في السفينة نحتاج ناس اللي هم يقدروا يشتغلوا تحت ضغط، يشتغلوا مع يعني روح التيم أو الفريق. وما نحتاج الناس اللي هي والله علماء ذرة. تحتاج ناس اللي هم عندهم الهب انهم يكملوا في البحر، عندهم القدرة انهم يستحملوا هذه الشهور، يتعاملوا مع الناس اللي هم من يعني مثل ما يقولوا من مجتمعات مختلفة. وهي مسألة وقت، يعني الاستمرارية في البحر وتكتساب الخبرة الكافية. في نهاية اليوم التكرار بيعلم أي حد. زين حشاكم طبعا. بس التكرار بيعلم الجميع في النهاية. فالقصد انه في البحر هل نحتاج ناس اللي هم عباقرة؟ لا، نحتاج شباب اللي هم شباب شباب مثل ما يقولوا كفو، وشباب يعني عمليين أكثر، يعترفوا بالواقع اللي نعيشه في البحر. وطبعا بلا شك حمد مثل ما خبرتك من واجبنا، خاصة الحين اكتسبنا الخبرة، عندنا ما شاء الله الشركات الحين اللي هي تمشي سفن، عندنا شركات توظيف. من الواجب ان الحين نحن لازم فعلا نسوي، يكون في مثل ما يقولوا حملات اعلاميه على مستوى المدارس، ولا على مستوى الجامعات، ولا على مستوى السوشيال ميديا،
انه نحن لازم نركز عليه بشكل ما طبيعي. اتفق. انا طبعا هنا في دائما يتكرر علي سؤال: ليش انت بديت صناعه المحتوى؟ صناعه المحتوى انا بدايتي كانت تقريبا مثل بدايتك. نعم. دخلت الهندسه البحريه لان هي مطلوبه في السوق، ولكن لين انا ركبت السفينه ما كنت اعرف وش يعني هندسه بحريه، وش راح اواجه هناك. فبعد اول رحله كشيب كادت قلت لازم أنا انقل هذه التجربه للناس، وهي كانت الانطلاقه. وايضا ازيد على كلامك اني انا اذكر اول كنت فقط اصور الاشياء الايجابيه، ان احنا مستانسين نلعب. اقول هذه نفس السوالف اللي بطلع صيد. ايوه لما اطلع صيد بس اصور يوم نصيد. ما حد يشوف الايام اللي ما نصيد فيها. ما حد يشوف لي ولا ترجع فيه فاضي. بالضبط. كانت كذا الحياه، ان انا اصور الغروب والشروق وتعرف انت الاجواء البحريه كيف تكون. ولكن بعد فتره انصدمت ان الشباب بالفعل كانوا هم يؤمنون ان الحياه البحريه هي حياه رحله، بينما الواقع يقول لك ان الحياه البحريه فيها تحدي، فيها صقل شخصيه، فيها ايام انت ما تسال نفسك ليش موجود هنا. صح ولا لا؟ 100%. هنا ننتقل للسؤال اللي بعده: كيف هي المسؤوليات في البحر؟ اول مسؤوليه، متى حسيت نفسك انك انت الان مسؤول كعلاء؟ والله شوف حمد، يعني لما نتكلم نحن يعني خاصة نتكلم من منظور خطورة البحر. يعني انت من لما تقرر انك تخطي على ذي السفينة وانك خلاص بتباشر بهذا الشيء، انت من اول يوم مسؤول عن سلامتك. خلينا نكون واضحين يعني. تعتبر انت يعني في نهاية اليوم تتكلم انت عن سفينة اللي هي مقطوعة من العالم كبره، لا عندك طبيب، لا عندك عادة تكون اسبوع من اقرب مينا. هذا الشيء ممكن يكون جايز وحتى اكثر من كذا. فالمسؤولية تبدأ من أول يوم بصراحة. مسؤولية على الأقل إنه أعتني بنفسي. وشيء ثاني هذا طبعا أنا ممكن حتى الأفعال اللي أنا أسويها ممكن تأثر على غيري في السفن. فالمسؤولية طبعا الحين نتكلم عنها ممكن ناخذها من شكل يعني كما يقولوا جنرال برسبكتيف. المسؤولية تبدأ من أول يوم. طبعا المسؤوليات ممكن تختلف على مستوى الرانكس، فهمت؟ وطبعا كل ما ارتفعت انت في السفن وكل ما زادت خبرتك المسؤوليه بتزيد. دائما يقولوا والله الكابتن والتشيفجا ما يسوي شيء، وهذا الواقع، خلينا نكون صريحين. لكن المسؤوليه اللي على عاتقه ما تقدر تقارنها في حد. أيوة. صح، يمكن الكدت يكون اللي جالس يهيس من الصبح لليل والكابتن اللي جالس يتقهوى من الصبح لليل. بس لما تتكلم انت عن المسؤوليه طبعا كل شيء يختلف. لما لو نتكلم عن المسؤوليات، طبعا لو ناخذ الهيومن ايرور خلينا نفرض كمثال هنا، والاخطاء البشريه. طبعا انت كمتدرب لما ما يكون عندك شهاده كفاءه ان انا ممكن اسوي شغله معينه، انت ما محاسب شيء. طبعا لو لا سمح الله تعورت ولا شيء، في نهايه اليوم الخسران هو انت، فانت مسؤول عن السيفتي مالك. هذا الشيء ما نختلف عليه. ولكن لما تجيك كمسؤوليه، طبعا واحد ما في شخص مسؤول في السفينه الا وعنده شهاده كفاءه، هذا رقم واحد. وطبعا ما ممكن يكون في شخص مسؤول لما يكون عنده طبعا الشهادات الكفاءات والسيرتيفيكتس والاشياء اللي هي الكورسات المطلوبه من الاي ام او الى اخره والاس تي سي دبليو. ولكن طبعا من لما انت تصير السيرتيفايد اوفيسر ولا عندك السي او سي مالك، طبعا انت من هذاك وذر انت فورث انجينير ولا ثيرد اوفيسر، المسؤوليه تبدا من هناك طبعا. وطبعا كل ما ارتفعت في الرتب طبعا كل ما مسؤوليتك زادت. فلما نتكلم نحن كثيرد اوفيسر ولا نافيجيتنج اوفيسر بشكل عام، تتكلم انت عن ثيرد اوفيسر سكند اوفيسر اللي هم النافيجيتنج اوفيسرز. وطبعا في السفن اللي فيها الفيرست اوفيسر والاديشنال تشيف اوفيسر. هذه طبعا محاسبين من منظور النافيجيشن. لو لا سمح الله انت ما ماشي على الاسس اللي لازم تتبع من ناحيه الشركه كيف ترسم لك اياها، او من ناحيه الكابتن ولا السيفتي اوف نافيجيشن انت ما ماشي عليها، طبعا ممكن يكون فيها يعني كثير امور اللي انت ممكن تكون محاسب عليها. ترى في نهايه اليوم لما تتكلم انت عن يعني تفادي تصادم، خلينا نفترض، ولا تتكلم عن انك جالس تشتغل مع مكان اللي هي ممكن تنفجر عليك. لو انت ما تمشي على اسس ولا سمح الله وصلت لمرحله انك خربت شيء ولا اذيت الحد في السفينه ولا السفينه بالنفس ولا خلينا نقول للبيئه، طبعا انت محاسب في النهايه. الشخص اللي طبعا دائما كل واحد يرجع له لو انت كنت موجود ولا ما كنت موجود هو الكابتن. هذا انت يعني محاسب ومساءل على اي شيء يصير في السفينه، انت الشخص اللي بتنسأل في النهايه. ولكن ما دام انت عندك شهاده كفاءه، هل ممكن تكون مساءل؟ نفس الشيء طبعا بلا شك. فالمسؤوليه تبدا مثل ما خبرتك، لو ناخذها بشكل عام
تبدا من اول يوم انك انت مسؤول عن نفسك وعن يور اون سيفتي. على اساس كذلك في دورات لازم تسويها قبل ما تركب السفينه. وطبعا لما تاخذ كموضوع مهني، من لما تستلم شهاده الكفاءه وتبدا انت از ان اوفيسر، انت شخص مسؤول ومحاسب. تقدر تذكر لي قصه صارت لك او صارت لاحد الطاقم عندكم دلت على حسن المسؤوليه؟ ما اريد اركز على الجانب السلبي كثر ما اني اريد اركز على الجانب الايجابي. او ان كيف تعرف ان مثلا السكند اوفيسر عندك مسؤول في الواتش ماله؟ احنا كلنا نعرف ان الشخص في الواتش بروحه تقريبا، او انه عنده اي بي. كيف تعرف ان هذا الشخص مسؤول كونك انت كابتن؟ هو شوف حمد، بلا شك يعني مثل اي وظيفه او مثل اي مهنه انت بتخطيها في حياتك، بتحصل الناس اللي هم ما شاء الله يبدعوا في كل شيء يسويوه، وبتحصل الناس اللي هم ممكن لازم انت يعني توجههم بطريقه ما. انت طبعا ككابتن لما تدخل السفينه او تركب السفينه، من اول شيء تسوي شيء اسمه النافيجيشن اوديت، خاصه بموضوع البريدج، انك تروح تسوي مثل ما يقولوا معاينه، تتاكد انه كل الاشياء اللي الشركه تتوقعها من الضباط قاعده تصير. هذا رقم واحد. هذا لازم تسوي هالشيء خلال 7 ايام من ركوبك في السفينه، لازم هذا الشيء يتم. طبعا في هالوقت انت طبعا اختلاطك مع الضباط بيكون شبه ما اقول لك شبه يومي، شبه يعني بالساعه تشوفهم انت دائما. فطبعا اختلاطك معهم انت مع الوقت بتعرف هذا الناس كيف يشتغلوا، يعني هل هو شخص ذو يعني مثل ما يقولوا ذو مسؤوليه، ولا شخص لازم اني انا احاتي الموضوع. يعني لما الحين نروح اسوي انا النافيجيشنال اوديت، لما يكون في خلينا نفرض الاكدس، لازم انه الاكدس لازم تحدثه، يكون في عندك انت افري ويك لازم يكون في ابديت. لو رحت وسويت انا هذه المعاينه ورحت وشفت انه هذا التحديث واصل لكن التحديث ما مسوي، هذه ممكن يبين لك ان الشخص ما قاعد يسوي الامور المفروض هو يسويها. ككابتن انت في نهايه اليوم في كثير اشياء تقدر تسويها، من ناحيه انك تشيك الاشياء بطريقه عشوائيه تتاكد. ترى في نهايه اليوم حمد مثل ما تعرف السفينه لما تاخذها انت من موضوع سطح السفينه ولا البريدج ولا السي سي ار الى اخره، ترى العالم يعني الواحد كم بيغطي. فهمت؟ يعني مثل ما يقولوا بحر فعلا السفينه، يعني عالم بكبره، كانها مدينه قاسه تمشي. فلا بد انه في اشياء يمكن انت ما تقدر تكتشفها مثل ما يقولوا في الوقت اللي بغيته، لكن مع هذه المعاينات اللي هي دائما تكون عشوائيه، وهذا من شغل الكابتن. لازم انت دائما تتاكد انه كل الاسس، ترى انت في نهايه اليوم الكابتن ايش؟ كابتن اداري، لازم يتاكد انه كل الاشياء اللي الشركه متوقعتها منك الشباب قاعدين يسويوها يعني. فمع المعاينات، مع الاشياء هذه وطبعا مع الروتين تشيكس، ولا تنسى يعني بارت اوف ذا ISM اللي هو الانترناشونال سيفتي مانجمنت، كل الاشياء اللي كبروسيجرز، كاشياء نحن نتوقعها من الطاقم، هذه كل شيء مرسوم حالهم بالحرف الواحد، فكل شيء واضح بالنسبه لهم. فانت ما عليك الا انك دائما تنور الشباب، دائما يعني تراجع هذه الامور. يكون في اي شكوك، لو حسيت واحد مثلا يعني عنده ضعف معين ممكن تسانده شويه. كنت تتوقع انك يوم من الايام بتصير كابتن؟ لا. جد؟ لا ابدا. واقول سبحان الله، يعني دائما اقول لك انه واحد كيف دخلت البحر وكيف صرت كابتن. اقول والله البحر حصلني بصراحه. ما كان عندي اي فكره انه مثل ما خبرتك في البدايه، اصلا يمكن داخل كمهندس، ما اني كنت داخل والله عندي باغي اصير كابتن ولا انا عارف ايش الكابتن يسوي، لا. لكن حسيت اني تقدر تقول اكتشفت نفسي في البحر، اكتشفت انه شخصيتي تساعدني اني اكون في البحر. ما بكذب عليك، بس طول عمري من كنت صغير كنت دائما احب اكون القائد، كان فيني شويه قياده، احب اكون كابتن فريق الكره، احب ما اعرف كان عندي هذا النزعه اني اكون قيادي، ما خلينا نكون صريحين. ولكن في نفس الوقت عشان اكون صريح، حتى المدرسه اللي رحت فيها يعني مدرسه السلطان، فتحت لنا المجال انه بحكم انه النظام كان نظام بريطاني في الدراسه، وكان كثير عنا مدرسين من الخارج، ودرست باللغه الانجليزيه، فحسيت هذا واجد ساعدني من ناحيه اللغه. وشيء ثاني الاكسبوجر تو ديفرنت كلتشرز، بصراحه اقول لك اياها، يعني ما كانت صدمه بالنسبه لي اني اروح والله واشوف ناس والله من هذا، ما كان هذا الشيء غريب بالنسبه لي.
فالمقومات هذه، وانا شخص ايجابي الحمد لله بشكل عام، يعني احاول اشوف على الزين قبل ما اشوف على الشين يعني. فهذه الاشياء حسيت ان كمقومات كانت موجوده. مع الوقت طبعا انت في البدايه مثل ما خبرتك اول سفينه كان الموضوع شويه تقدر تقول عشوائي، بس من ثاني وثالث سفينه بديت يعني الفيدباك اللي كنت اشوفه من السفن او من طاقم السفينه بشكل عام، يعني حسيت انه كان في قاموا يعتمدوا علي اكثر واكثر واكثر. وبعدين قمت استوعب انه اوكي انا يمكن زين في الشغله، وانا يعني اللي قاعد اسويه يعني مثل ما يقولوا ذو وزن وذو مستوى عالي يعني. وتبغى الصراحه حمد يعني نحن حتى التدريب اللي سووا لنا اياه في البدايه يعني نحن كنا تحت رايه اموال في البدايه. وطبعا اموال من اكبر الشركات في العالم اليوم، تتكلم انت عن 1000 تقريبا 1000 سفينه معهم. فالمستوى اللي كانوا يدربونا عليه في البدايه، وصراحه على اساس الحق يقال يعني حتى شركه اسياد وقتها لما اختارتنا يعني كان البروسيس مال الفلتره يعني ما شاء الله، يعني فعلا قدروا يختاروا ناس اللي هم يعني فعلا كانوا يعني توفقوا في الاختيار الحمد لله. يعني حتى اليوم ما شاء الله الشباب اللي معنا اليوم الشخص الصح في المكان الصح. الحمد لله. لا فعلا يعني ما الحق يقال يعني ما شاء الله يوم اختارونا، خاصة الدفعات اول 4-5 دفعات فعلا يعني كان الموضوع مدروس الحمد لله رب العالمين. بس لما نرجع لي اني هل كنت متوقع اصير كابتن؟ لا بصراحة، لكن مثل ما خبرتك كنت عزابي، كنت ابحر كثير. والشركة صراحة ما قصرت يعني كان فيهم بعد محتاجين انهم يرقوا شباب وانه يخلوهم. وطبعا مثل ما خبرتك في البداية ما كان في يعني كثير شباب في البحر، فتقدر تدخل الكومبيتيشن بشكل عام بين الشباب ما كان كثير، وفي مكان حل كل حد. فأي واحد اللي كان شاد حيله ضربك خضر يعني. الشركة ما تقصر معك كانت أبدا. فالحمد لله رب العالمين يعني بعد تقريبا 3 سنوات ونص من لما أبحرت كضابط صرت تشيف أفسر. ما شاء الله. يعني لما أرجع أفكر فيها الحين إنه تتكلم أنت على تشيف أفسر عمري 25 سنة على LNG، كان شوية يعني أتوقع إنه كان شوية سابق أوانه بصراحة. الحمد لله. أحيانا يقول لك ورط نفسك. بالضبط. شوف حمد I think it's very important يعني حتى هذه يمكن لو تسمح لي أقولها it's very important. شيء من المهم إنه we need to be comfortable being uncomfortable. هذا الشيء أحس إنه كثير منا ينقصه هالشيء، يعني كثير نرتاح وما حابين نطلع من هذاك أيوة الكومفورت زون، والواحد متعود على الكومفورت زون بشكل عام يصير صعب الخروج منه. فلما حطوني كتشيف أفسر أول مرة يعني هل كنت جاهز؟ لا. وهذه كانت أكبر خطوة بالنسبة لي اللي كان فيها خوف وكان فيها رعب. لا تنسى كنت صغير حمد، يعني تتكلم أنت عن 25 سنة. هل كنت مقتدر؟ أيوة قادر أسوي الشغل. كم يكلف تقريبا نقل غاز مثلا من الخليج مثلا إلى الصين إذا أريد أنقل غاز مثلا؟ أقول لك ابدأ جمع من تو لين 200 سنة. كم يكلف تقريبا؟ تكلفته من أي منظور؟ يعني أنا أعرف معلومة عامة يعني أن الدقيقة بفلوس في البحر. 100%. حلو. كم الدقيقة؟ شوف أنت الحين تريد تشوف السعر من منظور مستأجر ولا من منظور شخص يملك السفينة؟ ترى موضوع مختلف تماما. أنا أريد من منظور شخص عادي الحين ياس يفكر تنقل غاز. أيوة أو يتساءل إذا هذا كم هذا السفينة تنقل لي الغاز. جميل. شوف لو أنت الحين عندك غاز باغي تنقله بتروح عند مشغل سفن وتقول له أنا باغي استأجر منك سفينتك. زين في فترة إذا أنا مستأجر السفينة هذيك الفترة إذا صارت مشكلة في السفينة من يتحملها؟ أوكي سؤال جميل. شوف في نهاية اليوم خلينا نفرض أنت مستأجر وأنا مالك السفينة. حلو. لما نرسم عقد فيما بيننا ونكتب عقد فيما بيننا في أشياء أنت ملزوم فيها، إنك بما معناه ملزوم إنك تخبرني لا توديها أماكن اللي هي مثلا خلينا نقول فيها sanctions ولا أماكن فيها حروب ولا أماكن هي not a safe port مثلا، يعني خلينا نقول الجتي اللي عندهم مضروب. القصد من الكلام إنه ما ممكن مستأجر السفينة يودينا أماكن اللي ممكن تحط السفينة خلينا نقول فريسك. فأول التزام علي إني لازم أتأكد إنه كل السيرتيفيكتس والشهايد اللي أحتاجها according to the IMO requirements موجودة. التريدينج سيرتيفيكتس اللي تحت السولاس والISM والماربول وإلى آخره.
لازم اتاكد انه الستورز اند سبيرز انه السفينه تقنيا جاهزه 100%. اي وقت طلبت مني اوديها من A to B السفينه جاهزه، الطاقم موجود and they are certified. لازم انا اتاكد منه. لازم تتاكد انه التامينات اللي تحتاجها whether it's from a Hull machinery بهذا ولا P&I perspective ولا ايش ما كان، لازم تتاكد انه كل الانشورنس يكون موجود. وطبعا ناهيك عن المؤونه والاشياء الثانيه اللي تحتاجها، هذه الاشياء هذه مسؤوليه راعي السفينه. راعي السفينه. فهذه الاشياء هذه كلها ترجع اللي نحن نسميه الاوبكس اللي هو الاوبريشنال اكسبندتشر مال السفن. هذا بيكلفك طبعا مبالغ وقدرها، ولكن بتجيك اشياء اللي انت ما داري فيها، بريك داون، لوس اوف انكر، صار عندك شيء من هالقبيل. هذه اشياء اللي مثل ما يقولوا دقيق وانت مثل ما يقولوا يعني ممكن تكلفك، خاصه لما تجيك الاشياء اللي هي emergency بحكم انك انت تحتاج السيرفيس باسرع طريقه ممكنه وما هي شيء روتيني فيها مبالغ. انا اذكر اول مره رحت زرت فيها سنغافور كبحار يعني. الحين انت خبرني بمنظورك، وصف لي سنغافور والله هذا مثل ما يقولوا تعرف الحلقه الاخيره تروح تضارب الوحش، سنغافور كذا. سنغافور من اكثر الممرات المائيه ضيقا. يعني تتكلم مثلا عن سنغافور وخلينا نقول الانجليش شانل اللي صوب المملكه المتحده، من اخص الممرات المائيه. ما من اخص الممرات المائيه كنظام لا يعلى عليه كنظام، ولكن ككميه السفن اللي موجوده هناك لا. الوضع يعني مثل ما يقولوا ما في كابتن يرتاح يدخل هذا سنغافور ستريت. ما اقول لك ما شغله صعبه، ولكن تتكلم انت عن 8-9 ساعات على رجولك في البريدج، تركيز 100% 100%. ترى ممكن تكون انت ماشي تشوف ما عندك اي سيتويشن، خلال 2-3 طلعت لك سفينه اصلا ما تعرف من وين طالعه، من انكرج ولا رايحه من بورت لبورت ثاني. ولا تنسى يعني في سنغافور ستريت انت ما بس تتكلم عن سنغافور، عندك ماليزيا وعندك اندونيسيا وعندك يعني تتكلم انت عن 3 بلدان كلها قاعده تشتغل في مكان واحد. ولكن لما تاخذها من منظور كيف الام بي اي اللي هو الماريتايم اند بورت اسوسيشن مال سنغافور جبارين. يعني الديب ووتر روتس، الترافيك سيبريشن سكيمز، الانشور ترافيك زونز الى اخره، الطريقه اللي يسووا لنا اياها. وطبعا في نهايه اليوم نرجع لموضوع بس بتكلم عن الترافيك سيبريشن سكيم. طبعا الاي ام او في الروز اوف ذا رود راس منا ايش المفروض الواحد يسوي في التي اس اس. ولكن لو خلينا نقول الموضوع كان شويه فيه تعقيد اكثر، المكان اللي جالس يفرض هذا الترافيك سيبريشن سكيم خلينا نقول سنغافور في مياه الاقليميه، لما تفرض لك هذا ممكن هو بعد يحط لك اشياء يعني حتى فوق واقوى من الاشياء اللي تتوقع منك الرولز، بحكم انه المكان يحتاج هالشيء. فمثلا لما تروح تسوي انت كروسنج الترافيك سيبريشن سكيم ات نايت لازم تحط 3 جرين لايتس اون فيرتيكال لاين. في الروز ما في شيء اسمه 3 جرين لايتس اون فيرتيكال لاين، لكن سنغافور قالوا لك انه any vessel or power driven vessel crossing الترافيك سيبريشن سكيم at night لازم يحط هذول ال 3 جرين لايتس، على اساس انه يكون في مثل ما يقولوا يعني عندك يعني ماخذ انت يعني اكسترا بريكوشن، على اساس انك تتفادى اي تصادم لا سمح الله. يعني خاصه في اماكن مثل سنغافور اللي ممكن واللي يصير ما انه ما يصير، بس من اصعب الاماكن كملاحه، ولكن من اكثرها تنظيم. ايوه بلا شك. اوكي. هل واجهت يوم من الايام قراصنه في البحر؟ شوف القراصنه بلا شك ذروتها كانت 2010-2011 الذروه، وكان شيء ترى حقيقي. واغلبها كانت عند مضيق باب المندب وفي خليج عدن. القرصنه ممكن يكون واحد طلع لك على السفينه سرق لك كمين فاير هوز وطلع، بس ممكن يكون قرصان جاينك يطلع لك على البريدج ويقول لك يلا تعال بشيل لك مكان ولازم شركتك تدفع لي 10 مليون. ممكن يكون الموضوع يعني القرصنه تجي في اكثر من طريقه واحده. وطبعا كان في كثير اشياء اللي كنا نحن نسويها احترازيه على اساس انه نتفادى هذا الخطر. من الاشياء اللي نسويها اون بورد من الريزر واير
واللوك داونز والسكيورتي والفاير هوزز الى اخره مثل ما تعرف عنها يعني. لكن بالاضافه لكل هذا كان عندك شيء اللي هو يسموه الاي ار تي سي الانترناشونال ريكومندد ترانزيت كوريدور. فيكون عندك ما يعني كل السفن اللي بتمر من الخليج عدن بتمشي مع بعض كانه كونفوي على اساس انه على الاقل حال سبورت حال ون انذر. ايوه بالضبط. فموضوع القناصه 2010 2011 كان فعلا شيء مخيف يعني من منظور انه كان في اشياء تصير. وهل صادفني انا شيء؟ لا، ولكن الشيء اللي انا صادفته كنا مثل ما يقولوا بارت على هذا الكونفوي اللي خبرتك عنه. بس السفن ترى ما مثل السويس كانال اللي كلها ورا بعض، لا، بس بينك وبين كل سفينه يمكن خلينا نقول 40 ميل 30 ميل بين كل سفينه وسفينه. وكان في سفينه اللي كانت قدامنا اتوقع مال 60 ميل تم قرصنتها. بس بالاضافه الى كل هذا ممكن نفس الشيء خلينا نقول في اسيا، في افريقيا ممكن تحصل اللي هم يسموهم ما نسميهم بايرتس، اللي هم نقدر نسميهم نحن الارمد روبري. فيجيك واحد مسلح ويحاول يسرق لك شيء في السفينه، فيروح يركبوا عندهم السلاح وبيروح عند الكابتن بيقول لك اعطيني كل الكاش اللي عندك في السيف. فممكن يكون عندهم كاش 8000 10000 12000 دولار، سرقوه وهو ماشي. هذه الاشياء بعدها تصير، لا زالت تصير، ولكن هذا نفس الشيء يرجع لنفس الشيء يعني مشغل السفينه. لما السفينه تكون موجوده في ميناء معين لازم يكون في سبايرسي واتش، سكيورتي واتش، تتاكد ترى ما بس انت تاخذها من منظور قرصنه ولا منظور سرقه، بس حتى عندك في بلدان اللي الناس تحاول مثل ما نحن نسميهم ستووي، ايوه يحاولوا يهاجروا. فالسكيورتي اوف ذا فيسل مهمه كثر ما سلامه السفينه. الواحد لازم حتى يفكر موضوع السكيورتي، هذه الامور تصير يعني بشبه يومي. خبرني عن مينا انت ما تنسى ابدا، مينا من الموانئ اللي زرتها. شوف يعني مينا قريب على قلبنا دائما، خاصه نحن من ال LNG قلهات. يعني قلهات هذا نحن نسميه الهوم بورت، فاغلب حياتنا كل شهر نرجع قلهات. فقلهات يعني ما بس كبورت حفظناه، يعني نعرف كل شيء فيه، فهمت؟ يعني ما بس من مثل ما يقولوا المشاكل اللي ممكن تصادف في قلهات ولا الابروتش، لا، بس حتى الشباب اللي يشتغلوا هناك خلاص يعني صرت منهم وفيهم. وانا ما بس اتكلم عن مثلا الشباب العمانيين، بس حتى الشباب اللي خلينا نقول الاجانب اللي يشتغلوا معنا اللي صار لهم خلينا نقول 12 و15 سنه، لما تروح تشوفهم يوصلوا قلهات كانه وصل البيت يعني، فهمت؟ فقلهات بلا شك يعني مينا قريب على قلبي. لكن طبعا لما تروح تدخل مثلا مواني مثلا خلينا نقول في طوكيو بي، خلينا نقول طوكيو بي ما شاء الله، يعني في طوكيو بي بس داخل البي مال طوكيو عندك اتوقع 7 ولا 8 LNG جتيس، بس LNG، ناهيك عن الLPG والدراي. ويعني لما تشوف المكان بكبره يعني فعلا يعني عن مدن ما عن هذا. بس طبعا عندك حتى very big ports مثل بورت اوف روتردام. يعني بورت اوف روتردام من افخم يعني تشوف المكان اصلا ما تصدق انه هذا مينا. فطبعا ضخامه المكان وهذا يلعب دور كبير. بس لما تروح خاصه نحن خلينا نقول لما نروح يعني انت جاي من عمان بشكل عام مكان يعني استوائي، ولا لما تروح مكان خلينا نقول في اوروبا خاصه تروح وقت الربيع ولا شيء وتشوف الخضار وتشوف هذا طبعا يعني يخلق فيك شعور ثاني. بس المينا اللي اتوقع كل بحار يقوله ولا اكسبيرينس اللي مشى فيه اللي ممكن ما ينسى طبعا قناه السويس. هذا ما انت ما كل يوم بتمر في ممر كذا ضيق. ونتكلم عن حتى قناه بنما. قناه بنما انت الارتفاع اللي ترفعه لما توصل المحيط الهادي، تتكلم انت عن ما اتذكر كم متر بالضبط، ولكن it's a different experience، فهمت؟ فللاسف ما رحت بنما، ولكن السويس يعتبر حتى من الاماكن اللي هو فعلا يعني مكان ما تنساه. يعني كل مينا له قصه اخرى. ايوه طبعا له قصه ثانيه. وحتى مرات يعني ما اكذب عليك، بس حتى في مواني اللي هي بناسها والله، يعني من كثر ما تشوفهم مثلا في كوريا. كل ما كنا نروح كوريا يعني ولا اليابان، لما توصل هناك يعني كيف يرحبوا فيك، يجيبوا لك مثلا خلينا نقول اشياء من عندهم، يعني يجيبوا لك فواكه مثلا فريش، يجيبوا لك يعني خلينا نقول سناكس ما سناكس، يعني يحاولوا يدلعوك شويه. فتحس يعني مع الوقت خاصه بعد ما تروح على اماكن يعني اكثر من مره تبدا تحس انك منهم وفيهم يعني. أيوة. بس لو جلست تقول لي ايش هو المينا، قلهات
قلهات. أيوة، مع انه ما في شيء اوكي. لكن قلهات بما انك ذكرت قلهات، احنا نعرف ان البحار يغتربوا شهور طويله. وش هو الوطن بالنسبه لكابتن علاء؟ الوطن بالنسبه للبحاره، انت الحين تتكلم باسم البحاره. والله لو اتكلم عن البحاره يعني شوف خلينا نكون صريحين حمد، يعني ما نريد بعد نرسم الصوره انه والله الناس اللي وصلوا خلينا نقول يعني وصلوا كابتن ولا تشيف انجينير انه والله هم السفينه وطنهم. لا خلينا نكون صريحين، في نهايه اليوم ما في واحد، ما في بحار يفضل انه يكون على السفينه عن يكون في البيت مع اهله. ما في ما اتوقع فيه. واذا في يمكن لازم يعني يفكر راجع حسابات. بالضبط. بالضبط. فلما ممكن اكون صريح معك، جدا صريح. اكثر الشيء اللي انا اشوفه اللي ما انساه في حياتي وقت النزول. ويمكن ما اعرف كم سفينه مسوي، 20 سفينه ولا شيء 20 سفينه. كل مره نزلت من السفينه الشعور كان اول مره والله. العوده للوطن ما حد اول ما توصف، جد ما توصف. ممكن حضن الوالده يكون وطن. فهمت ايش قصدي؟ يعني كثير يعني كثير سيناريوهات ممكن افكر فيها. مرات لما يكونوا بناتي على حضني انا، هذا وطن بالنسبه لي. فهمت؟ يعني الواحد يعني احس انه ممكن هذا يكون شيء بيرسونال اكثر من اي شيء، ولكن من منظور كبحاره ما في شيء كمان نزول صراحه، ما في شيء. ومهما تحب البحر، وشوف لو تسالني انا هل اكره البحر؟ لا ما اكرهه، بس هل انه انا عاشق البحر؟ ايوه اعشق من روح اصيد جيذر بلا شك. بس انه كشغله لا، يعني فيها تحدي. فيها تحدي، ولكن شوف حمد يعني فيها واجد ايجابيات واجد. يعني يعني لو اقارن الحين حياتي الاجتماعيه الحين مقارنه كنت بحار، صراحه ما احس انه في تغيير كبير. اوكي صح ان انا متواجد دائما، بس بحكم انك انت دائما مع الشغل وما اعرف مو ايش وعلى مدار السنه تشتغل وبس عندك الويكند تحس نفسك دائما تشتغل والله بامانه. يعني بس لما تتكلم انت عن السفينه وترجع بعد 3-4 شهور اخترت فيها، صح ما نختلف، بس ترجع 3-4 شهور انت ما عندك شيء تسويه، صدقني هذول 3-4 شهور يعني لو استغليتها صح ممكن تغنيك عن كثير امور بصراحه. والله فخاصه انه انا اتكلم كمجرب الحين، اقارن البحر واقارن الحياه اللي اشتغل الحين في الشور. بلا شك يعني الحين لو سالتني هل ارجع البحر مره ثانيه اقول لك لا، خلاص يعني وصلت لاعلى القمم بتوفيق توفيق الله الحمد لله رب العالمين. ولكن خلاص عندي شيء باغي ابنيه من الحين يعني. فهمت؟ ما احس انه مهما يكون، حتى لو قلت لي بعطيك 3 أضعاف راتبك الحين، لا I would never go back. ما بحكم اني اكرهه، بس بحكم انه قليل ما بتحصل واحد اللي هو يقول احسن شيء انا اسويه في حياتي اني ابحر على السفن. ماشي منه، فاهم؟ يعني الصعوبة التحديات تعرفها انت. ما حد يريد الغربة. أيوة. مهما يكون إن الاشياء الايجابيه الموجوده في البحر. في سؤال ثاني، يعني بحكم انك انت ما شاء الله خبره، يعني من هو علاء البحار؟ انا اتكلم كابتن علاء قبل الزواج وبعد الزواج. هذا تحدي كبير بالنسبه للشباب في الوقت الحالي. 100%. شوف انا قربت السيلينج كمتزوج يعني ما حال فتره طويله بصراحه، ومسوي 2 ولا 3 كمتزوج. وطبعا بين هذه الرحلات كنت نفسي اشتغلت في فيديو تقريبا 4 سنوات ونص، فكنت راجع يعني، وكنت اشتغل في عمان. وبعدين يوم رجعت مره ثانيه البحر يوم مسكت كابتن كنت عاد متزوج. بلا شك حمد في فرق كبير، في فرق شاسع، وهذا كله يرجع على الزوجه والزوج اللي موجوده في البحر، سوري في البر. في نهايه اليوم الزوج او الزوجه يلعب دور جذري بحكم سهوله او سلاسه العقد. بعطيك مثال، يعني عندك انت في نهايه اليوم انت موجود على السفينه، وخلينا نفرض عندك اولاد. انت في نهايه اليوم في السفينه لا تقوم تسوي شيء، يدك مربوطه ومغترب. يعني ايش بتسوي حال مثلا اهلك في هذا بعيد عن الجميع ولا سمح الله خلينا نفرض انه حد من اولادك مرضو. الحين عندك الزوجه والزوجه خلينا نقول اللي بيخليه
هذه اكبر مشكله، وبيسمعك الموضوع هذا يوميا وبيزيدك غم وانت ما قدرت تسوي شيء. وعندك الزوجه والزوجه المختلف أيوه. اللي خلى الموضوع مندس بحكم انه فاهم انه هذا الشخص ما قدر يسوي له شيء، ومتى قرر يخبره؟ لما نعالج الموضوع، بعد ما تعالج الموضوع. هذا الرجال لو انت يعني خلينا نفرض هذا الموضوع صار له 10 ايام، انت تخيل نفسك 10 ايام في السفينه ما تروح تسوي شيء وتعرف ان ولدك مريض. يعني الموقف او قوه الزوجه يلعب دور كبير. اوكي. وفي شباب انا اقول لك اياها ما كملوا بحكم الضغط اللي يصير من، وما بس من الزوجه. خلينا نفرض، وصح خلينا نحن نفرض، يعني اغلبنا نحن الشباب واغلبهم يعني بيكون الزوجات اللي موجودات، بس حتى من اهل الزوجه يا اخي ما في يعني مثلا كثير اهل ما يريدوا زوجتهم مثلا يعني بنتهم تتزوج وبعدين 6-7 شهور الرجال ما حد فهمت. يعني يمكن هم بعد يكون في ضغط من ناحيه الاهل، لكن قبل وبعد الزواج في فرق شاسع. يعني انا متكلم لك في البدايه، يعني لما اقول لك ان وصلت شيف افسر بسرعه كان يساعدني ما متزوج، فكنت ابحر 8-9 شهور في السنه انا في البحر. فرضا ان كابتن علاء تزوج وهو بعد ما واصل شيف افسر، ايه هل كابتن علاء بيوصل كابتن؟ ارجع لموضوع الزوجه. يعني مثل ما خبرتك، يعني اليوم رجعت البحر انا مره ثانيه وجتني ذا الفرصه. كان ممكن يكون عندي زوجه اللي هي يعني ما تعطيني هذا السبورت فهمت، بس بالعكس يعني ام دينا الله يعزها ويبارك فيها دائما، يعني من اكبر السبورترز حالي بامانه. ووزيتك من الشعر بيت ابحرت معي 3 أسابيع ما شاء الله. ايوه قلت معي في ادم الانجي في 2016 بس ما دامت. يعني 3 ويكس كان حدها. موقفها معي يعني مهما اقول ما يعتمد على الشريك ما اوفي بحقها ابدا. والله ما شاء الله عليها ام دينا، يعني she was very big support حالي. اللهم لك الله يحفظكم. الله يحفظكم. امين يا رب. امين امين يا اخي. هل تحس ان انا كشخص اذا اريد اقبل على المجال البحري اكون حاسب لكل هذه الاشياء، او تحس انه صعب؟ شوف دائما انا اقول يعني if you fail to plan you plan to fail. نقول يعني الواحد لازم يكون عنده خطة معينة اللي هو باغي يمشي عليها، خطة 5 ولا حل 10 سنين ولا إيش ما كان. ما يضر إن الواحد يسوي له بلان معين، بس لازم الشخص بعد يخلي في باله إنه يعني ما كل شيء يمشي مثل ما نحن بغينا. مرات ممكن يكون يمشي أحسن مليون مرة أحسن ما نحن نتوقع، ممكن يكون أخس وسبحان الله الله أعلم ليش. بس الواحد أحس إنه من الضروري إنه يسوي له بلان معين، بس ما انه يحاول يتكتكها بطريقه انه والله يدخل بالتفاصيل انا والله باغي ذا السفينه في ذا الشهر وباغي اسوي. لا يعني اولا الموضوع ما بيصير، هذا رقم 1. بيصير في كثير تغيير. وانا وليش اقول لك هالكلام حمد، انا كنت كثير احس انه لازم والله لازم اسوي كذا لازم اسوي كذا لازم، وهذا يجي مع نقص الخبره. ما في حد يرتب لك امورك احسن من رب العالمين بصراحه. ولكن من صوبنا نحن اسعى ثابر صفي نيتك اشتغل بضمير وخلي يكون عندك يعني هذاك الفيجن ان انا باغي اوصل لشيء معين، وما حد بيرتب امورك احسن من الله والله بصراحه اقول لك. وهذا الشيء انا حسيته بروحي. ولكن هل هذا يجي هباء؟ لا، لازم الواحد مثل ما يقولوا يسوي الاشياء الصحيحه في حياته ويكون على يقين ان التوفيق بيجي عاجلا ام اجلا، بس بيجي. لكن انه some planning مطلوب، لكن ما من النوع اللي باغي تدخل في كل تفصيل في حياتك. صعب خاصة نشوف. وفي نفس الوقت أنا ما أقول إنه حال الشباب والله كل واحد فيكم لازم يصير كابتن تشيف انجينير، لا. إذا صار ما بتندم. ولكن إذا ما صار اللي أقول لكم يا أقل ما فيها وصلوا له مستوى ما بس كده تشيب، اقل ما فيها حصل تشيف ميت سكند انجينير لايسنس ولا تشيف انجينير او كابتن لايسنس. ما لازم توصل للروا يعني المراتب لو ما بغيت انك او تحس ان الوضع ما يساعدك، بس اقل ما بس لا تقطع هذا الحبل بعد كذا تشيف على طول. حاول تكتسب شويه خبره. كمهندس لو تقارن او ضابط سطح مقارنه في الكدت اللي تتعلمه في الشهر او الشهرين كضابط عادي عن 6 شهور ككدت، فهذيك الخبره اللي بتاخذها انت كمهندس ولا كبحار ولا كضابط سطح
يعني بتساعدك كثير في مسيرتك المهنيه، خاصه في المناصب القياديه يعني. فلا تدخل مع 500,000 خطه، ولكن لا تدخل بدون خطه، لكن نفس الوقت كون رياليستيك. لا تحط حل نفسك مثل ما يقولوا جولز اللي هي تعرف انت ما تروم توصلها، ولا تعرف انه صعب انك توصلها. وشيء ثاني يعني اكسبت فيلير يا اخي، والله يعني من منظور ان الواحد كل شيء بيكون بيرفكت، لا صراحه ما اكذب عليك، جتني ايام خاصه بعد موضوع البامب هذا كرهت حياتي والله. اقول انا مو دخلني في الشغله دي. لكن الواحد لازم ما يكون مثل ما يقولوا يعني يكون صارم مع نفسك، مثل ما يقولوا critical of yourself. حاول انك تطلع من نفسك قدر الامكان، بس نفس الوقت زلتين من هنا it's part of the process. ارضى بالواقع ثم حاول تحسينه 100%. وشوف حمد بارك الله فيك يعني، بس دائما ما يقولوا بداية التطوير انك انت مستوعب ايش النقص بالضبط، فهمت؟ فلازم الواحد يكون على دراية بهذا الشيء، ويحاول قدر الامكان انه يعالجه ولا يصلحه باي طريقة ما يعني. دائما اسمع الشباب يقولوا انه والله في فرق بين جيل البحارة القديم وجيل البحارة الجديد. 100% وش الفرق؟ 100% اولد سكول. زين وهو شوف اولد از جولد ما نختلف، لكن نفس الشيء ما نقدر مثل ما يقولوا يعني الشباب اليوم الصاعدين. انا واعطيك مثلا من اشوف الترينيز اللي يجوا معنا ما شاء الله تبارك الله يعني ال اولا شوف خلي التفكير يعني من ناحيه الذكاء صراحه اقول لك اياها، بحكم انه انت عندك كل الريسورسز هذه وعندك ما شاء الله يعني احنا مو يعني لو تفكر فينا يوم نحن كبرنا ايش كان راس مالنا من ناحيه النولج؟ والدك ووالدتك ولا من ما كان لا شيء عن جوجل ما اعرف مو. الحين ما شاء الله صار الجيل AI ما بس AI طلب منك معلومه يروح يشيك عليك يقول لا والله غلطان انت، وهذا شيء ما غلط. احس في اختلاف شويه بالعقليات من منظور كيف نتعامل مع بعض. احس انه نحن الجيل القديم خلينا نقول جيل الثمانينات وقبله وحتى نقول بدايه التسعينات شويه عندهم هذاك البروتوكول اللي هو مال تعرف اللي يكون في حاجز بينك وبين شخص اكبر منك والى اخره وانت نازل يعني فاهم هذا البروتوكول يعني. ما اقول لك بروتوكول كثر ما هو يعني الرسميات شويه من الكبير للصغير. ايوه يعني الجيل الجديد اليوم يعني عادي يجيك واحد يعني يشوف واحد عمره اكبر منه. يعني انا مثلا انا اللي الحين قريب ل 40 سنه اشوف واحد شويه فيها شيء بقول عمي كيف حالك؟ فهمت ايش قصدي؟ هذه النزعه فينا. الجيل الجديد احس انه في شويه يعني كاسر حواجز اكثر وانا احب هالشيء، انا شخصيا احب هالشيء. عفوي اكثر، يتكلم اللي في قلبه، زعول يزعل اكثر، فلازم شويه تخاف على مشاعره. ايوه لازم تخاف على مشاعره شويه. ما ممكن انا اتوقع مثلا عندي ناس اللي هم معي خلينا نفرض معي في القسم شباب ما شاء الله خلينا نقول من جيلنا نحن، يا رجال بندخل ضغط عليه لين ما ادخل بس بعد ربع ساعه وانت جالس تتقهوى معه ما عندي مشكله يعني. فما ما اقدر اتعامل مع هالشخص مثل ما اتعامل خلينا نقول مع متدرب تو جاي خلينا نقول من ولد 2005 ولا 2006 بيكون في شويه تغيير. فهم حتى يقولوا يعني الكباتن اللي هم القديمين يقول لك الحين الجيل الصاعد يقول عنده مشكله ما يعرف يتعامل معه، ما يعرف يتعامل. ترى في اختلاف مثل ما خبرتك لازم شويه تخاف عن مشاعرهم اكثر، ولكن جيل قوي. هل الجيل القديم اقوى عن الجيل الجديد ولا العكس؟ ومن اللي قادر يكمل في البحر؟ خلينا نكون صريحين. سؤال طيب. شوف بلا شك دائما حتى في الجيل الجديد هذا بتحصل الشباب كلاسيكيين بينهم دائما. تحصل واحد مواليد 2002 بس عقليته ما اعرف كانه مواليد 83 ما تعرف بس يجلس كله مع الشياب. فهمت علي؟ من على البيئه يا طبعا بالضبط على البيئه تلعب دور كبير. بلا شك احس انه الجيل القديم يمكن كان متمكن اكثر. ليش حمد؟ بحكم انه يمكن الحياه فرضت عليه انك انت لازم يعني كان فيها مشقه. كان الواحد مثل ما يقولوا يعني وخلينا ما نروح بعيد يعني حتى نتكلم مع الشباب اللي هم من خلينا نقول من بلدان معينه يقول لك يعني لين التسعينات حصلوا كهرباء. فهمت يعني هذا الشيء حاصل. فطبعا لما تروح تفكر انت
كيف كان المنشأ مالك، ايش يعني الاشياء اللي الحياه فرضتها عليك. الجيل القديم كان عندك ما شاء الله مثل ما يقولوا سي فيررز ميد فروم ستيل، يعني فهمت، شباب ما شاء الله يعني ما يهزهم شيء بحكم البيئه. اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن يعني كل واحد عايش في رخاء. أيوة كل واحد عايش في رخاء. أيوة. فالحين لما انت تقول لي مثلا هل صار البحر يعني شيء حماس الواحد يدخل فيه؟ بلا شك لو واحد مثلا يحب يغامر، ولكن لو واحد يعني يشوف الماده، واكثر البحاره قبل يروحوا كانوا ورا الماده، واحد ايش كان يدور غير الماده، ويمكن انه يبغى يسافر، لكن الناس كانت تطلع البحر بحكم انه it used to pay very well. اليوم ما شاء الله عاد صار لك ناس واحد على سناب ولا على يوتيوب يطلع لك راتب الكابتن. ايوه فالقصد بالكلام انه الحافز هذاك، خاصه الحافز المادي، ولدت البدائل عن الماده. بالضبط. يعني انا بعطيك اكبر مثال، يعني في موضوعك انت خلينا نكون صريحين، ما شاء الله يعني بعد هذا البلاتفورم اللي قدرت تبنيه والشغل اللي قاعد تسويه انت خارج السفينه، لا 100% يعني شخص مثلك انت نستغله في هذه الامور احسن ما والله احطه في البحر. وبلا شك يعني هل احس انه في البلدان اللي هي متقدمه هل بيكون في صعوبه انك يعني تستقطب هذه الكفاءات؟ 100% ترى البدايه الموجوده. هل راح يكون في طلب عالي على الوظائف البحريه؟ بدون شك. وشوف والله اعلم محمد، في نهايه اليوم الواحد ما يقول غير الله اعلم في كل شيء يعني، بس لو ناخذ نحن كل الاشياء اللي حصلت في اخر فتره من الحروب ومن الكوفيد لو تفكر فيها انت، يعني اي مواني وقفت. يعني حتى لما صار مثلا موضوع حظر تجوال، ايوه خلي حظر تجوال، بس حتى موضوع مثلا يوم صار صوب الريد سي وايام الحروب الى اخره، في بديل. the ships will not stop. يعني الناس من كثر يعني قالوا اوكي ما دام ما نروح نحن نمر من السويس الحين، بنمر من راس رجاء الصالح وبندفع، لكن ما توقف الشغل. قصدي من الكلام انه العالم في كتاب اسمه 90% of everything، اخونا ابو خميس هيثم الخزيري اعطاني اياه، ويتكلم لك عن اهميه 90% of everything، بما معناه انه كيف كل شيء انتم تشوفوه اليوم كل شيء جاي عن طريق السفن. everything تشوفه 90% جاي عن طريق البحر. فالعالم بكبره ما بعده ما جاهز انه يتخلى عن هذه المهنه، ما جاهز. ايش البديل؟ يعني ايش بتقولي الطياره بتقدر كونتينر فهمت؟ فالقصد من الكلام انه لما اتكلم لك على مستوى عالمي، بلا شك لما تروح تشوف الاوردر بوك مال السفن يقول لك لين 2029 كله فولي بوكت. يعني صارت الملاك تروح تدور سكند هاند شيبس بحكم انه ما عندك سلوت، ما عندك انف شيب بيلدينج ياردز انها تغطي الاحتياجات. رقم 2 لو تكلم لك عن شركاتنا هنا في عمان على توسع ما يوقف، يعني ما شاء الله. يعني تتكلم انت صاروا سنه ورا سنه، صح اوكي في سفن تنباع، ولكن هل الاسطول اللي عندنا دائما نجدده ونتاكد انه يكون يعني مثل ما يقولوا يعني موجود على اساس انه نحن يكون عندنا سفننا ويكون عندنا مثل ما يقولوا اي سبورت نحتاج نسويه حدا كدوله. هذا السفن ما رايحه مكان بدون شك. وحمد ناهيك عن موضوع الشركات اللي قامت تفتح هنا، يعني لو تتكلم انت عن مارلو وتتكلم عن في شيبس، بتتكلم عن دول الشركات اللي قامت تفتح معانا لوكال اوفيسز، يبين لك اهميه توظيف في المجال البحري. بلا شك حمد اللي يدور وظيفه على اساس يشتغل في السفن، خلينا نتكلم عن ارقام اليوم، وهذه ارقام حقيقيه. نحن اليوم عندنا تقريبا ما يقارب 2000 بحار موجودين على اسطول العماني، منهم 200 وشيء عماني بس من 2000 بحار. 2000 بحار. شوف اوكي زادوا الحين بحكم الريتنجز الى اخره، وصلوا تقريبا 430 بحاره خلينا نقول، بس ما كلهم موظفين حاليا، بعد في تدريب الى اخره. ولكن تتخيل عندك تقريبا 1600. نحن كل البحار، وانا قاعد اتكلم لك هذا من متى؟ من 2002 لين يومك هذا، يوم قاموا بتوظيف البحار وتاهيلهم الى اخره. اليوم عندنا 436 بحار اللي هو بس، لكن اكتف. انسى الناس اللي وصلنا الشور وخلصنا اللي علينا يعني. ولكن هذا بس يقول لك انه في 1600 وظيفه بعدها ماسكينها اجانب. وطبعا مثل ما يقولوا يعني في نهايه اليوم
الشركه صار لها فوق 20 سنه تحاول تعمن. وهذا الشيء موجود، يعني مثل ما تعرف الناس اللي حابه تشتغل في البحر مرحبا بكم يعني. هل تحس ان ثقافة المجتمع هي لها دور رئيسي في اختيار الشخص للمجال البحري من عدمه؟ هذا ما في شك فيه. حلو. اعرف في مبادرات شخصيه، اعرف في مبادرات من الوزاره، في مبادرات من الكليه الى اخره، ولكن لما تاخذ تاريخ عمان ولما تاخذ موقعنا الاستراتيجي نحن كبلد، الترويج حل هذه الشغله ما كافيه. والبركه فيك والبركه فيكم انتم الشباب اللي فعلا يعني قاسين يسلطوا الضوء على هذه المهنه. بلا شك حمد، خلينا نقول نحن يعني الحين لما عندك انت انسى الطلاب اللي هم الحين على مشارف انه بيتخرجوا وباغيين يدخلوا في وظائف الى اخره، لابد انه يمكن يجي شيء كذا. بس خلينا نتكلم نحن عن الاهالي، ايش درى في البحر؟ فهمت ايش قصدي؟ يعني لازم حتى الامهات الاباء وقت خلينا نقول الزواج يا اخي، لا لازم يعني كل ما زادت هم يعني معلوماتهم عن البحر، عن الاشياء اللي ممكن تستفاد منها انت كبحر، الفرص الوظيفيه، يمكن هم يتقبلوا الشيء اكثر. صح. ولكن انت لما تفكر انه يجيك واحد ما داري شيء عن السفن وبس يسمع والله هذا فيها غرب 4 شهور، ايش تتوقع يعني؟ من يريد مثلا ولده ولا بنته ولا ايش من مكان يروح يتغرب؟ من ما حد يريد. ولكن لو كان في توعيه وكان في مثل ما يقولوا يعني فرص انه نحن نعرف الناس على الشيء، قربهم من هذا 100% ممكن هالشيء يساعد كثير انه على اساس انه الفكره هذه السلبيه تخف شويه. محتاجين نرجع لتاريخنا احنا كعمانيين. هذا القصد، هذا نتكلم فيه، لان احنا نتكلم عن ماضي عريق، فلا بد انه يكون له مستقبل عريق 100%. بحار. ومثل ما خبرتك حمد يعني كل شيء محتاجينه موجود، الاسطول موجود، الشركه موجوده، التاريخ موجود، الشركات توظيف موجوده. الحين ما ناقصنا الا الخطوه الاولى بس والاختيار. موضوع التوظيف موضوع كبير، موضوع الاجيال موضوع كبير، بس موضوع مهم بعد حمد. هو موضوع مهم ويهم كثير ناس، يهم كثير ناس، ويعني ويهم الشركه ويهم الوزاره ويهم الجميع اللي داخلين في المجال. ولكن مثل ما احس انه لازم نحن الناس اللي هم اصحاب الخبره يعني فعلا نعطيهم الصوره الحقيقيه. طيب احنا تكلمنا عن الجانب الاجتماعي، ان لابد ان المجتمع يكون عنده درايه كامله بهذا الشيء، وايضا تكلمنا في البدايه عن التحديات اللي ممكن تواجهها في البحر. نعم. الحين انا اريد اعرف عن الدوافع. اذا توفرت عندي كل المعلومات المطلوبه عن المجال البحري، المجتمع فاهم ان المجال البحري ممتاز، المعلومات كافيه ان انا اعرف وش راح اواجه هناك، وش هو الدافع الداخلي؟ شوف، شغل البحر لما ناخذها من منظور اولا الماده، ما بتكلم عن الماده الحين، باغي اتكلم عن الاشياء اللي هي انا شفت فيها مثل ما يقولوا فاليو اكثر من اي شيء ثاني. اولا موضوع صقل الشخصيه. بصراحه شوف، في نهايه اليوم حمد، اي شخص اللي فيه طموح ولا فيه هذا، اي شخص يبي يتطور في اي شيء تسويه. الحلو في المجال البحري انه لين ما توصل كابتن او كبير مهندسين، كل خطوه بالنسبه لك واضحه وضوح الشمس. انت عارف لو خضيت بالاسباب وخضيت وسويت كل الاشياء لازم تسويها، بعد مثلا خلينا نقول 2-3 بوصل كذا، بعد هذا بوصل كذا، في خطه واضحه ان انا وين ممكن اوصل بعد خلينا نقول 10 12 سنه. في كثير ناس يهمهم هالشيء، يعني في كثير ناس تدخل مثلا خلينا نقول تدخل بنك، يحطوهم خلينا نقول في الاتش ار، هو يمكن اتش ار ما يناسبه. انت الحين ما عارف والله انا اوكي هل بتنفع اتش ار، هل بنتقل مكان ثاني. الحلو في البروفيشن مالنا انه انت يو ار فيري ويل سبيشلايزد لشيء معين. انا بالنسبه لي هذا كان مهم، انا كنت عارف انه اوكي، وإيش كان واضح بالنسبه لي بعد الماده. انا عارف اوكي لو ترقب بحصل كذا، لو ترقب بحصل كذا، بوصل كابتن بحصل كذا. ممكن تبدا تخطط في حياتك، صح. ممكن تبدا يعني يكون عندك فيجن معين، فهمت؟ هذا رقم واحد انا بالنسبه لي احسه حافز قوي. زين. رقم 2 صقل الشخصيه. بصراحه يعني لما اروح اشوفها اليوم والشخص اللي انا صرت عليه اليوم يرجع واجد للبحر. فضل الله ثم البحر. ايوه 100%.
وما بس منظور انه ايش مثلا خلينا نقول كشخصيه ولا التعامل لا ما من هالمنظور، بس حتى كشخص اللي هو يعني جيب لي مثلا خلينا نقول يعني انت في السفينه خلينا نفرض انت عشت هالشيء حمد، انت كهربائي وانت خياط وانت سباك وانت فاير فايتر وانت ما اعرف نافيجيتر وانت مهندس انت بتاع كله. قصدي من الكلام يعني لما تروح تشوف مثلا الاشياء اللي تعلمتها في البحر وانك تيجي تطبقها، خلينا نقول مثلا فكر فيها لما اقول خلينا نقول انت طالع كروسنج ولا طالع خلينا نقول رحله، ما حد يفزع لك في البحر. لو تفكر فيها يعني مستعد يخاطر، مستعد مثل ما يقولوا يعني شاف كثير اشياء اللي ممكن هو يطبقها. فهمت؟ انت في السفينه دائما تحاول تحصل طرق مهارات حياتيه 100% كوميونيكيشن مالك، كثير اشياء اللي هي فيزيكال تساعدك كثير بصراحه اقول لك اياها. وبعدين نرجع لموضوع الماده انت شوف هل ممكن انك تسوي يعني مثل ما يقولوا تدخل نفس الماده؟ ممكن، بس ايش الفرق؟ السيفنج هو الشيء اللي مثل ما يقولوا يعني الفرق. يعني انت هنا يوميا بتروح تعقل لك 5-6 ريال على كوفي وما اعرف هناك مو عندك مسكين. هناك لو عندك نسكافيه واجد عليك. لا بس بعيد عن الضحك، موضوع السيفنج لما تكون انت مثلا اكلك شربك كل شيء اي مصروف اللي انت يعني بتصرفه هنا مشوا عنك، لا كهرب لا ماي لا تدوبي ما ايش تسوي؟ ما تسوي شيء. الماده اللي تدخل لك ما تمس منه ما غير التأمين ما يطلع منه شيء، حتى لو بغيت تصرف شيء في السفينه كم بتصرف. اذا انا افهم من كلامك كابتن ان الدافع اللي ممكن اني انا اتمسك فيه كشخص يريد يدخل البحر، توفرت عندي كل المعلومات اللي هو وثق للشخصيه ان الشخص اللي يدخل البحر ما نفس الشخص اللي بيطلع من البحر، صح؟ مستحيل. you are a totally different person. طيب وهذا اعطيك اياه. بس شيء مهم بعد حمد اللي اريد هذا موضوع الاجازه. انا الحين صار لي 4 سنوات تقريبا 5 سنوات من لما طلعت من البحر. لما اقارن حياتي اليوم مثلا اني مأجز، لا تقارن في البحر. الحين احس نفسي ما اجز، يعني حتى لما اطلع اجازه انت ما في اجازه، انت ما في اجازه، خاصه الموضوع اوبريشن الى اخره. لا تستهين بهذيلك اللي تضحي فيهم 3 شهور 4 شهور ويطلع لك 3-4 شهور اجازه، لا تستهتر ب4 شهور هذيك. that time is your time. تسافر مع اهلك، تسوي اللي تبغى تسوي، you spend real quality time مع اولادك مثلا، صنحلها more value and you're engaged. فاهم يعني؟ والحمد لله رب العالمين يعني اكثر راتبك بعده يمشي، فهذا يلعب دور كبير. فالماده بلا شك شوف لما لو اقارن الماده ايامنا نحن الماده كانت مثل ما يقولوا فيها جذب اكثر مليون مره من اليوم. ترى الحين صار عندك اكثر من فرصه واحده انك تدخل فيها فلوس، ولكن موضوع السيفنج هذا قوي. فرصه البحر فرصه 100%. خاصه لو مثل ما يقولوا تدخل جمعيات بغى تدور لك كمين بيسه بقى تروح تتزوج فيهم. البحر يكفي. طيب بما اني الناس تتكلم عن الدوافع، في هناك جانب وايد مهم انا لامسته صراحه كبحار، خاصه في الفتره الاولى من فتره البحار بالنسبه لي، هو الجانب النفسي وجانب علاقه الشخص اللي يبحر مع الله سبحانه وتعالى. شوف يعني لما اجلس اتكلم عن مواقف، اللهم لك الحمد، وهذا اتمنى هذا الشيء للجميع. يعني في حياتي ما حسيت حال ثانية واحدة ان انا كنت خايف على حياتي طول هالسنين، ما في يوم حسيت هالشيء. هل كان في اشياء روتني مثل ما يقولوا؟ ما في شيء ممكن يعني يفسر لك الشيء الا انه هذا ترتيب رب العالمين 100%. صار لي كم من موقف اللي هو من ذا المنظور، ولكن اللهم لك الحمد بشكل عام ما وصلنا لمرحله وين فعلا حسينا انه يعني مثل ما يقولوا هذيك الخطوره. خلينا نكون صريحين. ولكن بعطيك قصه واحده يا اخي، وهذه تكلمت فيها في البودكاست الثاني، وهذا شيء ما انساه صراحه. ايش هو؟ ما اعرف. لما تريد تشوف عظمه
رب العالمين والخلق وايش ممكن نشوفه في البحر، هذا كان موقف عشته. ولين يومك هذا اقدر اقول لك يمكن اكثر شيء اقول يمكن كان نيزك دخل الاتموسفير. لكن كنا رايحين من جنوب افريقيا رايحين نعبي غاز في ترينيداد اند توباغو في الكاريبيان، وكنت سكند اوفيسر. هذا الكلام كان 2012. وكنت جالس في البريدج وحاط كذا يعني جالس اشوف على اللوك اوت انا والاي بي الاتلانتيك اوشن. ما في سفينه واحده في الاي اس، ما في شيء ما في لا في الرادار، كل شيء فاضي. انت فسيح والله حمد ما اعرف ايش هو. وانا جالس اشوف يعني شو تتذكر البريدج وحاط كذا ومتدكي كذا وحاط كذا اشوف برا، وسبحان الله المكان. وطبعا انا قاعد اشوف قدامي السواد ما اشوف شيء، وانا قاعد اشوف كذا برا هذاك يعني بالضبط وين انا كنت اشوف بالضبط. ليت زين احلف لك ليت يعني المنبع من ذاك الصوب اخضر فسفوري يولع يمكن حال اقل من ثانيه. ولا اشوف يعني الافق اشوفه فل دار ما دار. زين دار ما دار اشوف الافق وتولع السماء تولعت خضره وراح اقل من ثانيه. والغم واتذكر لما صار الموقف بحكم انا كنت اشوف عليه قاني كذا يعني نفسي ثقل يعني قاني كذا الشهيق يعني اللي ما انه مو ذا وش صار. وراح الغم هذاك الفلبيني اللي كان جالس معي يقول لي سكن وات از ذس والله اي دونت نو وات از ذس يعني ترى علمك انا ايش دراني يعني انا واحد قلبي يضرب. وطبعا دخلنا في مال الكتب اللي هي مال المترولوجي مال الوذر وحاولنا نشوف ايش هذا ما حصلنا شيء. لكن انا اشوف يمكن كان نيزك دخل صار اللي صار ضرب البحر وكان بعيد، وهذا تخيلي انا. ولكن هل عندي الخبر اليقين؟ لا. لكن شيء احلف لك بالله تقشعر بدني يعني، وانا حتى اقول لك السالفه هذه. فهذا الشيء اللي لينه يومك هذا ما اقدر افسر لك ايش كان بامانه اقول لك اياه. احلى قصه ممكن نختم فيها. رايك يعني؟ بس شوف حمد قبل ما نختم اريد اذا يعني تخليني طبعا كمين شيء خارج عن نطاق الموضوع، ما خارج النطاق، لكن سهل الواحد يقول والله you have to become والله consistent ولازم تسوي كذا وثابر. لا الكلام سهل، لكن ودائما انا اعيد هذا الكلام دائما اعيد وازيده من كثر ما شفت انه مهم بالنسبه لي. حال الشباب بشكل عام اختار اصحابك صح. اعرف قلت لك اياها مليون مره، لكن اختار اصحابك صح. هم هذيل اللي فعلا بيغيروا كثير اشياء في حياتك من منظور البحر. رقم 2 الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة. أنا بالنسبة لي هذا ساعدني بشكل ما تتخيله. حتى في البحر أكثر. أنا هذا اللي كان يصير فيني، أنا أروح البحر أرجع لك مرتب أموري كلها، أجي 3 شهور أدمر كل شيء في البحر في البر مطاعم وحالتك حاله بس ترجع السرير ترجع الروتين الصحيح يعني. فالرياضة بالنسبة لي كان هو خلي أنت الجسم والعف صوب، خلي كل هذا الراحة النفسية اللي تجيك وديك التفريغ الطاقة السلبية اللي ممكن تجيك في السفينة. وأنا مثل أي حد ثاني لابد أن تجيك هذه المشاعر، ولا بد يعني بيصير الشتاء ما بيت. ولا بد أنك تفرغها بالطريقة الصح. طبعا في كثير ناس يمكن القراءة تناسبهم، وطبعا بلا شك هذا الأشياء هذا، ولكن هذاك الفيزيكال هذا ترى يساعد كثير. وعيد وشيء دائما أتكلم فيه مع الشباب، أنت عندك فرصة في البحر إنك ما بس تسيف، بس إنك استثمر فلوسك في المكان الصح. خاصة بداية أيام يعني مسيرتك المهنية لازم يكون عندك الفكر إنك تستثمر صح. في نهاية اليوم لو لعبتها صح واستثمرت فلوسك بالطريقة الصح، وانا ما اتكلم عن استثمار ولا يعني انا اتكلم عن استثمار شهري اللي ممكن انت الحين كثير تمشي فيها، ايش ما كان اسهم ولا ايش ما كان، وفي عندك كثير سولوشنز. لو تستثمر فلوسك بالطريقه الصح على الاقل لما تجيه انك باغي تغير وظيفتك ولا ايش ما كان، لا تحط نفسك بموقف انك انت الحين معتمد على ذاك الراتب انك ما تقدر تعيش بدونه.
اللي عندك الحين استثمر وابتعد عن الديون. هذا الشيء أنا بالنسبة لي دائما أقوله حال الشباب. ترى واسمح لي أقول الشيء، لكن أحس بشكل عام المجتمع شوية صار في ضغط من منظور إنه الواحد والله بيتزوج عمره 26 سنة ولازم يكون مالك بيت. يا أخي ليش؟ لازم الشباب شوية يعني ما يطيحوا في ذاك يعني الورطة إنه والله أروح على أساس إنه والله بس باغي أتزوج أروح أضرب لي ديون، وانت الحين صرت متقيد انك تروح تدفع هذه الديون شهريا الى اخره بس على اساس انه اشتري بيت وما اعرف مو انت اصلا البيت بعدك ما مالك انه بتملكه بعد 20 سنه، ولين ما تملكه انت اصلا الله اعلم انت كم دافع بالزيادات. ايوه، وراحت عندك فرصه الاستثمار. فانت بدل ما تروح تدفع 400 و500 الف في الشهر تروح تعقه على دين، هذا المبلغ نفسه استثمره بالطريقه الصح وعدك طبعا توفيق من الله رب العالمين يعني بعد 12 ل 15 سنه والاستثمار صحيح بالمكان الصح انت غني عن كل هذه الديون، وان شاء الله تشتري بيت حتى تشتري بفلوسك. فهذا الشيء دائما يعني احس من الواجب. ترى ليش ما اكذب عليك انا ما سويت هالشيء، فهمت؟ فما اريد الشباب انه مثل ما يقولوا يعني يكونوا يعني الواحد يتعلم من غلط غيره احسن. فدائما اقول لا تطيح بموضوع انك والله تروح تدبس عمرك والله بديون كثر ما انك فكر كيف ممكن استثمر فلوسي، خاصه انك تستلم مبالغ زينه وفوقها انك توفرها. حتى لو تروح تستثمر كل المبالغ اللي انت عندك اياها في السفينه يوم ترجع وقت الاجازه ترى الحمد لله عندك راتب عيش فيه، اصرفه لما تشبع وعيش وفرفش على نفسك الى اخره، ولكن استثمر شيء جدا مهم. نصيحه جدا مهمه كابتن. ترى شوف والله حمد يعني طبعا هذا النصيحه بقولها على اي شاب، ولكن في نفس الوقت البحاره عنده ادفانتج. ترى راتبه يستلمه قوي في البدايه وما يكون عنده غالبا ما يكونوا متزوجين ما عندهم اي التزامات ما عنده التزامات، وفوق كل هذا ما تقول يعني ما بيكون راح ضارب له قرض وعنده بيت الى اخره. فهمت ايش احاول اقول؟ فلا تخلي المجتمع ياثروا عليكم بالطريقه انه والله هذا خذ راحتك اشتري بيت انت عمرك 35 سنه ايه المشكله؟ طيبه. نصيحة ذهبية كابتن خاصة بالنسبة للبحارة وايد مهمة. لا والله عشان نشوف حمد ما بس منظور انه هذا بس حتى منظور انه لما يجي الوقت انه هو باغي يترك ذا الوظيفة يكون عنده الفاينانشال فلكسبيليتي، يعني ما يكون عنده فريدم، ما انه والله انا ما اروح مطلع على اساس انه قص انتظر هذا التشيك يجيني كل شهر بعد ما يصير. يعطيك العافية كابتن. الله يعافيك يا اخي. صراحة الموضوع بياخذ اكثر عن 2-3 ساعات، ولكن بحكم الوقت وأول بودكاست وتعرف الحركات هذه نكتفي بهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله نشوفك مرة جاية بإذن الله. وأتمنى أنك استمتعت معنا اليوم. والله حمد عشان أكون جدا صريح معك أعرف إنه نحن صارنا نتكلم عن الموضوع صار لنا فترة. صحيح. فكرة البودكاست أتوقع جاءت من فوق السنة يمكن الحين، بس بحكم كثير أمور يعني من البحر إلى آخره. أيوة يعني أريد أشكرك على المبادرة هذه. أنت دائما سباق في موضوع التوعية، ودائما مثل ما يقولوا طفر بمرات دائما تحط لي عليه بريشر. لا بأمانة أقول لك حمد ونحتاج ناس مثلك، يعني دائما الإصرار مالك والأفكار اللي عندك، وحتى ما شاء الله يعني أكيد بنتطرق على كثير أمور في المستقبل، بس حتى المبادرات اللي أنت عندك إياها في عقلك على أساس تزيد التوعية، هذا الشيء يرجع في نهاية اليوم مثل ما يقولوا لحبك لهالشيء، ومثل ما يقولوا أي شيء نقدر نسوي لك يعني ندعمك أكثر وأكثر. اعتبرنا دائما حاضرين، وما بس استمتعت بالبودكاست أصلا ما مستوعب إنه كيف الساعة 7 تقريبا، بس أتمنى بعد أنتوا استانستوا بحضوري. بالعكس والجايات أكثر إن شاء الله. بالعكس كابتن، وجودك هنا اليوم هو أكبر دعم بالنسبة لي. عزيز وغالي. وأتمنى أن نضغط عليك أكثر في الأيام القادمة. لا أقول لك نطلع بنتائج حلوة. أنت أقول لك أنت تعرفني كل ما زدت الضغط كل ما تحصل نتائج أكثر. ما يوقف إن شاء الله ما يوقف. عزيز وغالي بارك الله فيك يا أخي. شكرا جزيلا. خلصنا.